صحيح يا باشا، دار امان. ما كنتش متخيل سعادتك ان ساره هتاخد الموضوع جد للدرجه دي وبالسرعه دي. وطبعا اللي هو جلال لما شاف فرق الاسعار والمكسب اللي هيجيله من وراها راح حابس له 300 كاميرا. بيني وبينك يا باشا مصلحه في الجون، عرض ما يتعوضش. طب وعرض الكاميرات ده جاي بنوع واحد ولا باكتر من نوع؟ لا اكتر من نوع. كلهم نفس الماركه؟ لا يا باشا، ماركات مختلفه. وعارف انت ماركه الكاميرا اللي اخترتها ها؟ طبعا يا باشا، والا ما كنتش اخترتها. تحب اجيب لك صوره من عرض الاسعار؟ لا مش مهم. هو في حاجه قلقت سعادتك؟ سرعه وصول عرض الاسعار. لا يا باشا، اصل سعادتك ما تعرفش ساره دي سيده اعمال درجه اولى. نظام، مواعيد، انضباط، حاجه كده من ورا الخيال. بس ده ما يمنعش برضه انك لازم تاخد بالك وتركز معاها كويس قوي. ما تقلقش يا خالد بيه، انا من كتر تركيزي هناك تقريبا ما بنامش. غلط. لازم تنام كويس علشان تحافظ على تركيزك. قله النوم تشتت تفكيرك. انت ناسي مشوار اسكندريه؟ اوعى تقول لي هنضرب سمك تاني. لا مش هقول لك ولا حاجه، بس فاكر حصل فيك ايه يوميها؟ وده يوم يتنسي؟ يوم ايه يا باشا؟ دول يومين تطبيق. ده الفرق. تنام كويس، تفكر كويس، تتصرف صح. زي تشتغل كتير، تغلط كتير، تتجازى. ما تشتغلش، ما تغلطش، تتكافئ. عمر، دعابه يا خالد بيه، دعابه. المهم سالم داخل على مهمه جامده قوي، عايزك تجيب لي تفاصيلها. يبقى خلاص احجز وسافر على طول. لا 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 لا، استنى. لازم نستنى. في امر توريد كاميرات مراقبه لمصلحه حكوميه. لازم يجي لكم الشركه وانت اللي تركب. طب ازاي؟ معلش يا باشا، اعتبر ان الامر جه ورحت وركبته. ايه الغرض بقى؟ الغرض بقى لما ترجع تاني وانت قاعد انت وسالم بترغوا كده مع بعض، ترميها له في وسط الكلام انك رحت ركبت كاميرات في المكان ده. اللي هو ايه بقى سعادتك؟ مبنى محافظه القاهره، عارفه؟ رحت مره عشان اقدم على شقه بس ما حصلش نصيب. بس دي مرميه كبيره قوي سعادتك. ما هو انت مش رايح تركب كاميرات لمبنى المحافظه كله. المطلوب انك تركب كاميرات في اوضه سكرتير المحافظ. الاوضه دي اللي بيستنى فيها الضيوف اللي طالبين مقابله المحافظ. المونيتور طبعا هيبقى في اوضه سياده المحافظ نفسه. وده طبعا عشان سيادته يتابع اللي بيحصل بره في السكرتاري. ايوه 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 ايوه. ياه، انت ظهرت. هل هلالك يا عم؟ ازيك يا ولع؟ نحمده على كل حال. ايه هو سالم؟ سالم جاي لك يا عم سهيل. 2 شاورما يا حسام. وين رايح يا زلمه؟ يعني هيكون رايح فين؟ اكيد بيعمل باراشوت. مساء الخير. مساء النور. طمنيني يا عم حوده، عامل ايه؟ ايه اخباره؟ الحمد لله، بس لسه ما فيش اخبار جديده. طب ومدام ساره ما عملتش حاجه؟ تحاول على قد ما تقدر. طيب معلش، ربنا كبير. ان شاء الله هيعدي من الامتحان اللي هو بيمر بيه ده. بعد اذنك. اتفضل. العب العب. شاي وشيشه ولع. كله جاي لك حمامه. حاضر. يعني انت بتغيب كل الايام ولما بتجي حضرتك بتروح بتسلم على الحريم وبتترك الرجال؟ اسكت يا عم رياض، خليني بقى ساكت خالص عشان انا شايل من الرجال دول على الاخر. ها شنو هاي؟ ليش؟ ايه اللي ليش؟ يعني انتوا مستغربين ان انا ما جيتش سلمت عليكم، ومش مستغربين نفسكم لما غبت كام يوم محدش سأل عليا يشوفني فين، جرالي ايه، محدش عبرني، وقاعدين عادي بتلعبوا طاوله وبتشربوا مشاريب وشيشه ومبسوطين. سندوتشات. تسلم يا حسام. صح. حتى الراجل اللي المفروض ان هو بلدياتي ويسأل عليا ويطمن عليا
ما كلفش خاطره وقام عشان يسلم عليا لما جيت. نعم. نعم الله عليك. انت فين بقى؟ استنى. بسم الله الاول. يعني انت كنت صنت العيش والملح القديم اللي بينا لما نجدده يا عم سالم؟ لا ده انت بقى تستأذن عمك سهيل وعمك رياض وتقوم معايا عشان انت ليلتك طويله خالص. يلا يا عم قوم. لا مؤاخذه يا عم. اتفضل براحتك. مالك بقى لابس وش الرخامه دي؟ عاوز الصور بتاعتي. صور في الحفظ والصون؟ لا يا معلم، الحفظ والصون الوحيد ان هم يبقوا جوه حضني وفي ايدي. ماشي كلام. سك على الطلبات يا ولع. يلا يلا. ايه هنروح فين؟ ايه اللي هنروح فين؟ هديك الصور. يا عم ما تتنحش كده يلا. اصبر 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 اصبر. انا هقول لك بقى. 2 minutes تقول لي ويجو. اتفضل. صورك اهي. وادي العفريتة عشان تطمن وتحط في بطنك بطيخة صيف يا سيدي. ده لسه بتاعنا. ياد في ايه يا ده انت؟ ايه في بقك ده؟ مش فاهمك. وانت من امتى بتفهم؟ يا ابني بهرج معاك، فك وشك. الموضوع مش محتاج فهم. امسك. خد دول كمان. ايه دول كمان؟ ده ورق شجر. يا ابني حقك يا ابني. حق ايه؟ شوف اهو انت بتنسى. هو انت مش جبت لي شغل ولما اديتهولي مديت دراعاتك عشان تاخد اجرك؟ ادي يا سيدي اجرك بين ايديك. في ايه تاني؟ لا برضه مش فاهم. هو كان حاصل ايه؟ وحصل ايه دلوقتي؟ شيطان ابن كلب كان راكب دماغي، بس الحمد لله ربنا بعت لي اللي يفهمني ان مكسب الرجال اهم من مكسب الفلوس. وعشان تصدقني هات راسك عشان ابصها، عشان تتاكد انها رجعت سلام بتاع زمان. لا انا مش عايز سالم بتاع زمان ده، انا عايز سالم بتاع دلوقتي، بتاع الفلوس الكاش. سالم بتاع زمان ده معفن. على رايك خلينا في اللي هتشوفه من سالم بتاع دلوقتي. والله ياما الواحد ما لحقش يشبع من الاكل والحلويات بتاعتك. معناها ايه الكلام ده يا عمر؟ هو بايدي ياما، اديني بجري على اكل عيش. والسفر ده امتى بقى ان شاء الله؟ ومالك يا عم رافع حواجبك علينا كده؟ كلها يومين واعتمد ان شاء الله. طب والناس اللي انا مديهم ميعاد نروح لهم يوم الخميس، ده احنا ممكن نقرا فاتحه. اقول لهم ايه؟ يا سلام، هو ده كل اللي يهمك؟ ثواني ياما بس، معلش ثواني ياما. كامل، وانا وجودي من عدم وهيفرق في ايه ان شاء الله؟ على الاقل اهل لبنى يلاقوني داخل عليهم بعيله. وبعدين انا ليا مين غيركم يا عمر؟ لا في دي معاك حق، انت ليك من غيرنا، احنا برضو ملناش حد غيرك. بس عارف الفكره يا ابن ام ابويا، ان عرق العيله والاصول ما بينقحش عليك غير لما تبقى عايز فرع العيله ده تتركز وتتسند عليه. انما احنا وقت الزنقه ملناش غير ربنا. انت بتردها لي ولا ايه؟ جرايه كامل، انت خلاص ما بقتش عارف تميز لسانك بيقول ايه؟ ايه مش عارف يميز دي؟ شايفني مجنون ولا برياله؟ برياله. ما دام نسيت ان احنا اخوات ونفكر فيها كده يا اخي. انت اللي نسيت ان انا اخوك الكبير. يا اخي الكبير الكبير الكبير، عرفتنا بالكبير يا كامل. الكبير بافعاله مش بالكلام يا اخي. جرايه يا عمر. يلا رد عليه وزود في كلامك اللي زي السم. وانت انسى ان انا موجوده وسطيكم ولسه على وش الدنيا، ورد الغلط لاخوك. اهدي بس بس يا بت. بيت لا عارف يفرح ولا يكمل فرحته. لا الصغير بيقدر الكبير ولا الكبير بيتصرف زي الكبار. عليه العوض ومنه العوض في تربيتك لعيالك يا صلاح يا طه. عليه العوض ومنه العوض. صلى على النبي. اوعى يا بت. ارجعي مطرح ما جيت يا فاطمه. انا روحي رايحه وجسمي مش مستحمل حتى ايد تطبطب عليه الساعات. وفري كلامك اللي جاي تواسيني بيه عن خيبتي في اللي شفته في ولادي. وروحي شوفيهم مدوا ايديهم على بعض ولا لسه. روحي يا فاطمه، روحي وخدي الباب وراكي.
وما تدخليش عليا غير لما تسمعيني بندهلك. روحي يا فاطمة، روحي يا بنتي. امك عامله ايه؟ مش طايقة تشوف حد؟ شويه وهتروق. انا لولا عارف طبعها لما بتزعل كنت دخلت بوست على راسها. أخوك بقى خدها من قصرها ونزل. ساعات ببقى عايز امسك دماغه دي اخبطها في الحيط عشان اعقله وافكره ان احنا اخواته اللي كان بيحبهم قبل ما يسافر. خلاص بقى يا عمر، ما عادش يجي منه. ربنا يهدي الجميع بقى. بقول لك ايه يا عمر، أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع كده يعني. ده محتاج كل الدربكه اللي انت فيها دي؟ ايه، عايزه فلوس؟ لا لا لا، فلوس ايه بس يا عمر؟ مستورة والحمد لله. قلت برضه استحاله يعني يبقى الشيطان خبطك في مخك وجاي تطلبي مني فلوس وانت عارفه البير وغطاه. يا بنت بهزر معاك، اتكلمي. بص يا عمر، أصل أنا يعني جالي عريس وكنت عايزاك تشوفه قبل ما تسافر. يا ايه شط الجواز اللي في العيله دي يا جماعه؟ شوف إن شاء الله بكرة، بس عشان لو تمام واتفقتوا على كل حاجة تخلص كل حاجة قبل ما تسافر. ده احنا مستعجلين جامد وموافقين وراضيين قبل ما يجي يتكلم كمان. ده طبعا بعد موافقتك يعني. طب ايه؟ شاب من اللي بيشتغل معاك في المحل صح؟ هو معانا في المحل بس مش شاب. الحاج سيد صاحب الشغل؟ والا الكلام ده جد؟ وانا هلف وادور عليك في حاجه زي دي يعني يا عمر؟ تبقى اتجننت يا فاطمه، مخك ضرب. الراجل شايلني من على الارض، شاريني وشاري خاطري. بكام؟ بس عليك يا عمر، امال لو ما كنتش انت اللي مربيني؟ ده السؤال اللي الناس هتساله لما تشوفك انت وهو في كوشه واحده. الراجل لو ابوك عايش كان زمانه اصغر منه، واكيد عنده عيال اكبر منك، ومش بعيد يكون جد كمان. تفتكر الناس اللي هتحضر فرحك يا فاطمه هيقولوا علينا ايه؟ ولا الناس تتحكم فيها ليه يا عمر؟ عملت لي ايه الناس عشان اعمل لهم خاطر؟ مدينة اهو، فضلت 5 سنين مربوطه باللي ما يتسماش، متعلقه في الهوا، لا مني مخطوبه ولا مني عازبه. وفي الاخر عشان كلمتين تافهين لا راحوا ولا جم، رماني وراح خد صاحبه عمري وجارتنا. انت بتردها له بقى على راي اخوك كامل. انا لا بصد ولا رد ولا عاد في عينينا ابص لحد خلاص. طب فهميني، هتجنن، عايز اهضمها. الحكايه ان واحد بيحبني عايز يبسطني، يبقى ليه ما جربش حظي؟ مش جايز ربنا بيعوضني بيه عن كل اللي جرالي؟ لعلمك انا رفضته بدل المره 1000 وسمعته كلام. ده لو واحد بيهرج ولا بيتسلى كان زمانه غار في 60 داهيه من بدري، ولا رفضني وراح شاف مصلحته مع اي بنت من اللي شغالين معانا في المحل ولا بيوردوا عليه. بس بعد ما استحمل كل اللي عملته فيه كبر في نظري، حسيت انه جد وشاري. قابله يا عمر واقعد معاه عشان خاطر فاطمه اسمع مني. امك عارفه؟ انت اول واحد تعرف. فكرك هتوافق؟ اللي بيحبني بجد ويتمنى لي الخير هيوافق يا عمر. استاذ كامل مش باين النهارده يعني. حبيب خاله ماشي من ساعتين. خير ماله؟ هيقعد يعمل ايه؟ ما انت عارف اللي فيه، انا اللي شايل. لا مؤاخذه، ده سؤال غبي فعلا. ربنا يبارك لك يا استاذ ابراهيم. الله يخليك. انا عايز اطمن بس على السنيوره اللي كان بيقعد معاها دي، يا ترى السناره غمزت ولا لسه؟ غمزت الا غمزت، دي غمزت وشبكت واصطادت كمان. امسك دي، اشتغل انت كده طول ما انت واقف. يلا كتير. اهلا وسهلا سمو الشيخه. اهلا 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 وسهلا. ايه الغيبه الطويله دي؟ قلقتيني عليك والله. والله مشاغل يا استاذ ابراهيم. طبعا المشيخه دي مسؤوليه، انت هتقولي لي اتفضلي. لا نطرة ضيف. ايه الشيخ حمد صح؟ لا الشيخ خالد. انت لا تتغيري، كان معاكي الشيخ حمد من شويه. اهو الشيخ خالد جه اهو. ازيك يا شيخ خالد؟ ابغى طاولتي. طاولتك؟ هي بس عليها ناس، هروح اقومهم وارجع لك على طول.
يحبوني وايد بهالمكان، بعطيهم تبس كتير. مساء الخير يا شباب. مساء النور. معلش انا اسف، انا عايز اقول لكم ان الترابيزه دي محجوزه لناس ضيوفنا من رئاسه الجمهوريه، وانا قلت للواد عادل حط هنا كلمه محجوز، نسي. فهي حاجه من الاثنين، يا اما عادل يمشي ويتقطع عيشه يا اما انا اتحبس. قلتوا ايه؟ احنا هنقعد فين؟ هنا الترابيزه اللي في الاخر دي عند البار. يا دوبك هتقعدوا تلت ساعه، الترابيزه اللي قدامكم تفضى وتلعبوا على طول، وليكوا ساعه هديه من النادي هنا يا جدعان. هات انت العصير بتاعك وتعالى. احنا اسفين يا جماعه عطلناكم، معلش. اسفين يا شيخ خالد. خد هنا يا بنت، انت اللي عمال فيها اسمه الشيخ. ايش تريد انت؟ انت هتعمليهم عليا يا روح امك؟ ايه يا كامل في ايه؟ انت نسيت دي مين؟ دي الشيخه رهف. شيخه؟ دي لا شيخه ولا خليجيه ولا ديول ولا حتى اسمها رهف. دي اسمها حوريه من الوراق. كانت شغاله بتاعت نظافه في الشركه اللي شغال فيها عمر، واتقفشت وهي بتسرق وحبسوها 6 شهور. اقول كمان؟ يلا يا روح امك، مستنيه انت كمان. المكان ده ما بيشوفش وشك فيه تاني ابدا. ده مكان محترم، الاشكال اللي زيك ما تخشوش. بره، اطلعي بره. لا مؤاخذة يا جماعة، احنا اسفين. كان لازم ده يحصل عشان نحافظ على سمعة المكان. اتفضلوا كملوا لعب، اتفضلوا. تصبح الخير يا استاذ ابراهيم. وانت من هنا يا عادل. استاذ ابراهيم. شيخ رهف، قصدي حوريه. الحقني، وقع في عرضك. ايه؟ وقع في عرضك. ما انت بتتكلمي زينا اهو، ايه اللي حصل؟ عندك شيخ ويا حته بات فيها. كمان عايزه تباتي في حته؟ ايه اللي حصل قولي لي؟ الواد تميم بلغ عليا البوليس، وزمانهم دلوقتي بيدوروا عليا في البيت. ده تميم ده غير الشيخ خالد والشيخ حمد؟ ايه عملتي ايه؟ اخدت منه يا اخويا قرشين، عامل بيهم صاله بلياردو زي دي. قرشين كتير يعني؟ كده؟ طب تعالي يلا. داري وشك بالطرحه دي، داري. مثل ما تريد يا استاذ ابراهيم. ما تفوقي لنفسك بقى، انت هتعملي لي فيها احلام. اتفضلي يا اختي، اتفضلي، تعالي يا حبيبتي، تعالي. الحاج غريب الدكروري، جارنا هنا بقاله 20 سنه. اختي الحاجه رؤيه. اهلا يا حاجه. معلش يا حاج، زعلانه من جوزها وجايه تقعد عند اخوها يومين، ما فيهاش حاجه. ربنا يصلح الاحوال. الله، هي رايحه فين؟ ايه انت نسيت شقه اخوكي ولا ايه؟ ادعي لها يا حاج. اللهم اصلح شأنهم يا رب. اللهم اخزي شيطانهم يا رب. اللهم قوي ايمانهم يا رب. اللهم اصلح ذات بينهم يا رب. اللهم الف بين قلوبهم. ربنا يجعل الدعاء ده كله من نصيبك. خشي. ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده يا اخويا؟ طب استنى طيب. خالد! خالد! وايه اللي حصل؟ مش عارف. كل اللي اعرفه انها تعبت فجأة، صرخت، وقعت.
كلمت المستشفى، الاسعاف جت خدتها، دخلت معاهم من ساعتها جوه. مش عارف شالت حاجه تقيله؟ كلتوا حاجه بره؟ ما اعرفش يا ماما، ما اعرفش. هو في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ خير 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 ان شاء الله خير. يا رب يا رب. خير يا دكتور؟ خير طبعا. الحمد لله مدام فريده بقت احسن، بس للاسف فقدنا الجنين بسبب النزيف الشديد اللي كان عندها. الجنين راح؟ يا عيني على بختك يا ابني. احنا اسفين يا هانم، مدام فريده وصلت المستشفى اصلا والحمل كان منتهي، ما قدرناش نعمل حاجه للبيبي. معلش ان شاء الله ربنا يعوضكم. خير معلش. مبروك يا مدام فريده. مبروك بجد؟ في مشوار طول عمري بحلم اعمله معاك. فين؟ عمري ما سألتك قبل كده نفسك في ولد ولا في بنت؟ صباح الخير. ايه الاخبار؟ الله يكون في عونها، لسه ما عرفتش. مش عارف هقول لها ازاي. طيب قوم انت عشان تلحق شغلك وسيبني انا معاها هنا، ربنا يقدرني. مش عارف اقول لحضرتك يا ماما يعني. يلا امال يلا. ربنا يخليك لينا. أول ما هتقول لسالم إنك ركبت كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة هيروح جري يبلغ داني. وعلى فكرة ممكن يطلب يقابلك المرة دي. لازم المعلومة دي تتقال لداني بشكل ما يلفتش النظر. وأنا هقولها لداني برضه؟ لو سألك أنا عايزك تقولها له بطريقة إنك قد إيه بتكره البلد وقد إيه أنت كاره مصر وقد إيه الكراسي بتغير البني آدمين. حتى المحافظ بيتفشخر وبيركب كاميرات مراقبة علشان يدخل اللي هو عايزه وما يدخلش اللي هو مش عايزه. اللي يقبجه يدخله واللي ما يشخشخش يجيبه بره. خلاص طلعت الراجل مرتشي. احنا غرمانين حاجه. ماشي يا سيدي، اهي برضه تحبك غلك وكرهك للبلد. شفت بقى سعادتك ان ساعات بتطلع مني حاجات كويسه برضه. قول لي بقى، فكرت في اول مقابله ليك مع داني؟ هو هيقابلني فين؟ اكيد لا في السفاره ولا في السيف هاوس. واحنا نعرف فين السيف هاوس بتاعهم؟ لا، لان هم بياخدوا طريق جبلي اللي بيمشي وراهم بيكشفوه. علشان كده احنا بنوقف المراقبه. احنا منتظرين بقى ثقتهم فيك تزيد علشان نعرف مكانه. ان شاء الله هعرفه لكم يا فندم. ان شاء الله. اكيد داني هيقدم لي نفسه على انه صاحب الشركه اللي بيشتغل فيها سالم. ها؟ مش شرط. وبعدين مش مهم الصفه اللي هيقدم لك بيها نفسه، مش هتفرق معانا كتير. انا اهم حاجه عندي انا عايزك توصل له 3 حاجات. اولا انك قد ايه بتكره البلد. ثانيا انك مادي جدا وبتحب الفلوس وممكن تعمل اي حاجه علشان خاطر الفلوس. ثالثا ان طموحاتك ملهاش سقف. قد ايه انت شاطر ومعتز بنفسك ومعتز بشطارتك في شغلك. لعلمك خطوه زي اللي تمت بين ساره واللواء جلال دي بتاكد مصداقيه شطارتك في شغلك. كل ما عززت نفسك اكتر، كل ما جري وراك اكتر، كل ما رقهم جري عليك اكتر، كل ما دفعوا لك اكتر.
معلش يا باشا، يعني الفلوس اللي هم هيدفعوها لي دي هتبقى ليا لوحدي ولا ايه؟ ولا هنصصها يعني؟ لا، ليك لوحدك. سيبهولي ابن الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، اوعي تقولي فاكراك وربنا عيط. غبت قوي المره دي. الا ما انت فاكره اهو. بصي بقى يا ست البنات، انا المره دي جاي وطمعان في ذوقك، عايز حته هديتين علاقه. لا، واطفال برضك؟ لا، المره دي هنلعب مع الكبار، بس خدي بالك المره دي اتنين مش اي اتنين، عايزين نركز واحنا بنختار. مفيش مشكله. قول لي بقى، عندهم كام سنه ورجاله ولا ستات؟ ستات؟ ايه اللي ستات؟ ده ستات قوي. فندم؟ ما زي ما في رجاله قوي في ستات قوي برضه، ولعلمك بقى من اجيال مختلفه كمان. الله، يا سلام، دي مثلا تنفع لمريم جدا وشبهها. طب احنا كده ناقص لنا مين بقى؟ سهره. كده سبعه. 3 اهرامات. بصي هم دول. انا تعبتك معايا، مش عارف اقول لك ايه، بس ذوقك عظيم في اختيار الهدايا. كملي جميلك بقى ولفي لي كل هدايا لوحدها، بس خدي بالك الهدايا دي مسافره امانيم كويس. ماشي. ومفيش احسن من الصراحه، وامشي عادل يحتار عدوك فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل يا عليه الصلاة والسلام. من يد من اعدمها. وانا كنت بقول ايه؟ امشي عادل يحتار عدوك فيك. واللي تعرفوه مني عن نفسي احسن من اللي تعرفوه من بره. ده اصله مساله نسب. ما فيهاش لا غش ولا اونطه. الله، ودي عمايلك يا عروستنا؟ لا، دي ماما. تسلم ايديكي. وما يجراش حاجه تتعلميها منها. حكمنينا نفسها في الحلويات عسل يا عسل. متشكرة. هو انا كنت بقول ايه؟ انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك باللي كنت هتقوله يا حاج سيد؟ عدم المؤاخذة، الواحد من كتر مشاكل الشغل ومن كتر العيال دماغه بقت مخوتة. عيال؟ هو انت عندك عيال؟ عدم المؤاخذة، عندي 7 عيال، نسوان كلهم زي الخيط كده ورا بعض، تقولش كانوا داخلين لبعض السلع. وان شاء الله بقى على ذمتك دلوقتي كام ست؟ 2 يا ماما. لا عدم المؤاخذة 3. ما أنا رجعت واحدة أول امبارح لظروف عياها، مسألة إنسانية لا أكتر، كمالة عدد يعني. يعني إيه كمالة عدد؟ أنت عاملهم سبحة ولا عليك ورد بتتممه يا حاج سيد؟ لا مال الباشمهندس عمر زعلان ليه؟ أنا جرى إيه؟ هو أنا غلطان لما أقول الحقيقة يا نينا؟ نينا جرى إيه؟ انت راجل فاكر نفسك في الروضه؟ ده انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من الله يرحمها. ليه بقى يا نينا؟ انت مواليد كام؟ وانت مالك؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة؟ أهلا وسهلا. إبراهيم غزال الشال، خالي الأولاد ومدير صالات كامل للبلياردو. أهلا وسهلا. أمال فين المحروس ابنك؟ محروس ابني مين؟ العريس. أنا العريس. حبيب خاله. أقسم بالله لو دخلك قرار كلامك عن الجواز دي لكم مدغدغ الأوضة على دماغك يا فاطمة. اهدى يا عمر، اهدى عشان خاطري وطي صوتك. في يا بت، في إيه؟ ما تفهميني. وعمل لك عمل؟ وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي اسمه ريعو؟ يا عمر انا اللي هعيش معاه مش انت، وريعو ده خلاص صفحه واتقفلت من زمان. ابوس ايدك بقى يا عمر، ابوس ايدك خلصني. ماشي يا فاطمة، بس خليكي فاكرة انت اللي هتحاسبي على المشاريب. انا خارج اعمل لك اللي نفسك فيه. وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشبكة والمهر والحاجات دي ولا كنتوا مستنيين لما انا اجي؟ ولا متهيألي الحاجات دي مش هتفرق مع الحاج سيد يا خال. الراجل شاري وداخل البيت من بابه. أنا قلت الباشمهندس وفاطمة، قصدي الآنسة فاطمة، تتقل بالذهب. شوفوا طلباتكم إيه وأنا سداد. خلاص طالما مفيش خلاف في المسألة دي يا حاج، يبقى مبروك. الفاتحة.
تكونش الزغروطه اللي رنت من شويه دي تخص فاطمه والراجل العجوز الخرفان اللي لازم من عندهم يجرجر رجليه ده؟ لا دي صبرت ولانت بقى. انت بتتريق؟ انت عارف الراجل عمال تتريق عليه ونازل وخرفان مالته قد ايه؟ دي وقعت وقفه بلانيله. اللي واخد القرد على ماله يا هدى. مش عرفك بقى ان القرد ده بالذات مالته هتروح؟ ده انت مركزه وبتدافعي وشايفاها امله بجد بقى. انا لا مركزه ولا بدافع، انت اللي شايفه قرد بيزدري وعمال تصغر من قيمته خلاص. ما صغر وقلل زي ما انا عايز، ولا هو كان من بقيه اهلي. جرابت ما تقفي عوج وتتكلمي عدل. انا لا هقف عوج ولا هتكلم عدل ولا هقف معاك من اصله. انا طالعه لامي. يلا اخويا سلام. ربنا يرزقك باللي يكفيك على فمك عشان تطلعي بسرعه لامك. بس هم ملهاش كتالوج صحيح. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. أنا عارفة إن قضاء ربنا، بس أنا عملت كل حاجة الدكتور طلبها مني. يبقى ليه بس؟ ليه؟ له في ذلك حكم يا بنتي. يا رب قوي. أنا خلاص ما بقتش قادرة. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ايه يا حبيبتي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. هي زي الفل اهي، وهتفضل زي الفل طول عمرها ان شاء الله. يلا بقى انا سلم الورديه هنا عشان انا عندي ورديه تانية هناك في البيت. على فكره الدكتور قال انها ممكن تخرج النهارده وترجع البيت، لسه معدي عليه دلوقتي، بس بيشترط الراحه التامه. طيب ربنا يريح قلبكم يا ولاد، يعني من بكره الورديه هتبقى في البيت. ده هيبقى احلى واقرب. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ربنا ما يحرمناش منك يا بابا. يا حبيبتي معلش انا اسف، انت عارفه ضغط الشغل عليا جامد قوي واليومين دول بالذات. لو ما كانش كده كنت ما فرقتكيش لحظه واحده، ما كناش تعبنا بابا. ربنا يقدرك يا حبيبي ويخليك ليا. ولا يحرمنيش منك ابدا، قادر يا كريم. ايه يا روح قلبي، انت هتشحتي عليا ولا ايه؟ يعني احنا يا اخوانا سيبنا الراجل ينزل كده من غير ما نأمن مستقبل البنت ونتكلم في الشبكة والمهر، خصوصا ان الراجل ده يعني سنه كبير وممكن يفيص مننا في اي لحظة. ما تقولي حاجة يا رؤية. والنبي تسيبوا رؤية في حالها، رؤية فيها اللي مكفيها. ما تتكلم يا حبيب خاله، مش انت الكبير؟ كبير ايه بقى يا خال؟ كبير هو اللي قال نقرا الفاتحه. برضه مش بيع وشروه كامل، ومش احنا يعني اللي هنوصل الحكايه ان احنا نبيع لحمنا ونعمل عليه مزاد. طالما في خطوبة وجواز يبقى في اتفاقات، ولا انا بدم في مالطة؟ ما تتكلمي يا فاطمة. تتكلم تقول ايه؟ اذا كانت هي اللي رايحه جايباه وجايه. الو. ازيك يا عمر؟ كل ده ما تسألش عليا؟ معلش لما اجي هبقى صالحك. المهم طمنيني بابا وماما عاملين ايه؟ في جديد؟ ايه ده انت جاي امتى؟ قولي بسرعة. مالك متسربعه كده؟ كلها 24 ساعه اكون عندكم. المهم طمنيني بابا عامل ايه؟ انا مش فاهم انتوا واجعين دماغكم على ايه؟ الراجل قالها وانتوا مركزتوش، هيتقلها بالدهب. يعني من البلدي كده مش هيدفعنا ولا مليم، ده غير انه هيشيلها فوق دماغه. طمعانين في ايه تاني؟ طب وساره ما عرفتش تعمل حاجه مع المحامي؟ طب قولي لي الشغل عامل ايه؟ خليك انت يا فاطمة، لا يكون الحاج سيد رجع في كلامه وعايز يتكلم في الشبكة والمهر والحاجات دي. السلام عليكم. الباشمهندس عمر موجود؟ عمر ازيك يا جابر؟ عن اذنك يا خال. ازيك يا جابر؟ اتفضل. الله يخليك، مش هقدر. خير يا جابر؟